وفي آخر أخبار اليوم، أعلن الجيش السوداني تكبيد الحركة الشعبية خسائر فاجعة. أعلن الجيش السوداني الثلاثاء أنه كبد الحركة الشعبية خسائر فاجعة في معارك شهدتها منطقة النيل الأزرق العسكرية. وقالت القوات المسلحة السودانية على صفحتها في فيسبوك إن تدحر متمردي الحركة الشعبية قيادة التمرد جوزيف توكا، وتكبدهم خسائر كبيرة في منطقة النيل الأزرق العسكرية محلية الكرمك، وتستسلم منها عتادا وسلاحا وتقتل العشرات. وتعد الحركة أحد أبرز الفصائل المسلحة في السودان، وسبق أن وقعت مع الحكومة السودانية الانتقالية في مارس 2020 إعلان مبادئ قضى بالوقف الشامل لإطلاق النار مع الجيش برعاية جنوب السودان. لكن الجيش أعلن قبل أسابيع أن قواته تعرضت لهجوم غادر من الحركة الشعبية. يأتي ذلك بوقت استضافت فيه العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قمة للهيئة الحكومية للتنمية في الشرق إفريقيا إيغاد لبحث الأزمة السودانية. ولم يشارك وفد الجيش السوداني على الرغم من تواجده في أبابا في جلسات القمة احتجاجا على رئاسة كينيا للجنة الرباعية. وتوقفت الشهر الماضي المحادثات التي استضافتها جدة برعاية السعودية والولايات المتحدة. وقالت مصر إنها ستستضيف قمة منفصلة لجيران السودان في 13 يوليو لبحث سبل إنهاء الصراع. كانت هذه أخبار السودان، وشكرا لكم على متابعة هذه الأخبار.